أهلا بكم يا جماعة، يا رب دايما تكونوا بخير. قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة رغم التوقعات الكتيرة اللي كانت بتقول إن البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة من 1 ل2%. ونقرأ الخبر مع بعض. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2/2 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. أيضا تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. وأشارت إلى أن اللجنة تقيم تأثير قراراتها على توقعات التضخم، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022. ينتقل إلى الاقتصاد. سعر الفايدة اتثبت ومفيش أي أخبار عن شهادات جديدة، والمعروف إن الاجتماع المقبل للبنك المركزي هيكون بتاريخ 30/3. الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة بنسبة 25%، وده أثر على سعر الذهب وخلاه يرتفع. وأي جديد هنتابع مع بعض. شكرا لحضراتكم.